أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الأخير من رأي عام التي نتحدث فيه عن الوضع الصحي في ليبيا في الأزمات. معنا إبراهيم من أوباري ومحمد من طرابلس. أبدأ من عندك إبراهيم. إبراهيم، هل الوضع الصحي في ليبيا يحتاج إلى عمل تطوعي بدل من وضع كل الثقل على الحكومة والوزارة؟ إبراهيم من أوباري، يبدو أن فقدنا إبراهيم. أنتقل إلى محمد من طرابلس. محمد، هل ينبغي التوعية والتثقيف بالعمل التطوعي في المجال الطبي بدل من وضع اللوم وتحميل الحكومة ما لا طاقة لها به؟ انقطع الخط. عبد الحكيم. أسامة من الكفرة. أهلا بكم مع عبد الحميد من جميل وأسامة من الكفرة. عبد الحميد، هل ينبغي أن يتطوع الناس من المواطنين في عبد الحكيم في للرفع من الوضع الصحي في ليبيا بدل من وضع اللوم كله على الحكومة والدولة؟ عبد الحكيم؟ عبد الحكيم، هل ما زلت معنا؟ أسامة، أنتقل إلى أسامة. أسامة، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أسامة، هل ينبغي أن يتطوع الناس بدل من تحميل الحكومة ما لا طاقة لها به في المجال الصحي؟ والله سيدي الكريم، أنا بنوصل نقبل للشعب الليبي. الحكومة المؤقتة والله تخدم وبذل مجهود كبير، ولكن الشعب ما يساعدش في الحكومة. الشعب تقصير كبير من الشعب الليبي. أنا أتمنى من الشعب أن يشد روحه وأن يتعاون مع الحكومة، وبعض الشيء نوعا ما يتعاون مع الحكومة، ولكن الشعب مصر على ما نوعية عبد الحكيم، ما نوعية هذا التعاون الذي تتحدث عنه؟ ألو. نعم أسمعك. تعاون يعني نتعاون مع الحكومة، ننسند إلى الحكومة نوعا ما. الحكومة الآن تبذل في مجهودات، ولكن الشعب في تقصير من ناحية دائما يتكلمون على الحكومة ماذا تفعل. الحكومة تخدم ولكن الشعب مقصر جدا. وأنا أريد أن أحدثك على بعض شيء على مدينة الكفر. معلش نخرج الموضوع شوية، بنحكي على الموضوع الأمني بس. الموضوع الأمني عبد الحكيم ليس موضوعنا اليوم، نحن نتحدث عن الواقع الصحي في ليبيا. أشكرك عبد الحكيم. وأسامة، عذرا، أشكرك أسامة. أنتقل إلى أم معاذ والسلماني من توكرة. أم معاذ من طرابلس والسلماني من توكرة. أم معاذ، هل الخدمات الصحية في ليبيا متساوية بين المناطق والمدن أم هناك في بون بينهما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أكيد مش متساوية، أصلا على حسب المكان وعلى حسب، هي حتى في نفس المنطقة مش متساوية. لو نجي نشوفوا المستشفيات العامة والعيادات الخاصة في اختلاف كبير بينهم أخي الكريم. طيب ما السبب في ذلك؟ أنا نحس أن الاهتمام من الدكاترة ومن الطاقم التمريض وما في العيادات أفضل وأحسن من المستشفيات. إذن القطاع الخاص أفضل من القطاع العام؟ هذه عن تجربة أستاذي الكريم، أفضل بكثير طبعا. أم معاذ، هل تري أن العمل التطوعي في المجال الصحي ربما يساعد الحكومة في الرفع من المستوى الطبي والصحي في ليبيا؟ هو والله زي ما قلت أكيد حيرفع المستوى لأحسن، ولكن في الوضع اللي احنا فيه حاليا والله معناها الناس كلها تعبة وكلها منهارة وكلها مدايرة من الوضع اللي احنا فيه. لا ضي لا شيء، معناها والله الناس معناها من هو حتى اللي بيقول كان البلاد ما اعطتنا شيء، يعني ما نعطيش وما نتطوعش وما ندير شيء. طيب انتقل الى السلماني من توكرة. سلماني، ام معاذ تقول القطاع الخاص افضل، خدماته افضل من القطاع العام، كيف ترى ذلك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. نقول لك طبعا القطاع الخاص، طبعا القطاع الخاص في ليبيا افضل نتيجه لاستغلال الدكتور او الطبيب لاستغلاله للمواطن. لما يستغلوا الدكاتره والهني بعده يستغلوا في المواطنين. تجي للمستشفى يحولك لعياده خاصه، وهي نفس الامكانيات اللي موجوده في المستشفى الحكومي موجوده في العياده الخاصه. هل السبب استغلال فقط؟ الاستغلال. عندك الدكتور نادر انك تجد دكتور عنده وطنيه او انه
يعمل لك عمليه في مستشفى حكومي. طيب اشكركما ام معاذ والسلماني. انتقل الى عبد الله من النوفليه واحمد من الكفره. عبد الله، السلماني يقول عدم وطنيه، وام معاذ تقول بان الجهات الخاصه هي افضل خدمه من الجهات العامه، كيف ترى ذلك؟ عبد الله من النوفليه، فقدنا عبد الله. انتقل الى احمد من الكفره. احمد هل تسمعني؟ انتقل الى مبروك من طرابلس. مبروك، هل ترى ان الوضع الامني يساهم بشكل كبير في تردي الاهتمام بالحاله الصحيه في ليبيا والوضع الصحي في ليبيا؟ يا مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل عبد الله. اما الوضع حقيقه ولا؟ نعم. هي مع احترامي ليك لا في صحه لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام. هي طيب القطاع الخاص صفر والقطاع. نعم عبد الله. لا قطاع لا فيه لا في الصحه لا في العامه ولا في الخاصه، ولا لقينا حتى مستوصف احنا يخدم في ليبيا توا. نعم مبروك. حتى دواء مبروك. ما السبب في ذلك؟ لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، لماذا كلاهما لا ينفع؟ ونشكرك يا اخوي على طيب صراحه الموضوع. طيب اشكرك مبروك. انتقل الى سعيد من سرت. سعيد، كيف ترى واقع الحال الصحي في ليبيا خاصة في الأزمات؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والله شو نقول لك، بالنسبة للصحة في ليبيا تحت الصفر، مش تحت الصفر، تحت كان في صفر بعد الصفر تحت منه. والسبب هو اللي هو النظام الطبي اللي ماشي في ليبيا ماشي يعني نظام غلط من الأساس. لو تجي للدكتور إنه هو عنده عيادة خاصة ويشتغل عام مستحيل يعطينا نتيجة. سعيد؟ نعم سعيد يبدو أن خلل في الاتصال معك. أنتقل إلى سالم من درنا. سالم، هل العمل التطوعي ربما يرفع من ويرتقي بالوضع الصحي في ليبيا أفضل من وضع كل اللوم على الحكومة وعلى السلطات في ليبيا؟ العمل التطوعي هذا شيء واجب على كل مواطن ليبي، حتى لو ان ما نحطش اللوم على حكومه او شيء اخرى. وبالنسبه للوضع الصحي في دارنا نحن نقول الحمد لله احسن من المدن الاخرى، ولكن انا نحط اللوم على الحكومه لو انا سر بتجهيز مستشفى الوحده المركزي اللي متوقفه فيه الصيانه من بدايه 17 فبراير حتى الان. طيب سالم، هناك من قال بأن هجرة العقول الأطباء الليبيين المتخصصين في الطب هي من أحد الأسباب التي جعلت الوضع الطبي في ليبيا متدني. أنا بالنسبة أنا نحكي على مدينتي كمدينة درنا الحمد لله. نحن نتكلم على ليبيا ككل يعني. كليبيا ككل معاك في الكلام هذا، ولكن كمدينة درنا لدينا كفاءات، لدينا أطباء كثيرين لا ينقصهم شيء إلا الإمكانيات ودعم الدولة. أنتقل إلى إسماعيل من طرابلس. إسماعيل، انقطع الخط مع إسماعيل؟ لا إسماعيل؟ نعم مساء الخير. إسماعيل، هل ما يحدث من تردي للوضع الصحي في ليبيا هو إهمال من الحكومة أم أنه عدم قدرة لرفع هذا الوضع الصحي بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا؟ والله الأسباب تجتمع مع بعضها. اللي ذكرت هو وأهم سبب هو أن كفاءة الليبيين لا تصل إلى كفاءة باقي دول العالم في مجال الطب، والليبيين المفروض أن يترفعوا على خبرات العالم، وما تضير في أن يتجه القطاع الصحي للخصخصة. ما المانع يعني؟ فكان بالتالي أجدر بالحكومة بدل ما تصرف المليارات المفروض تتجه إلى خصخصة قطاع الصحة حد ما اللي 3/4 الليبيين يعالجوا خارج ليبيا في دول الجوار. طيب. وبالتالي كان المفروض تكون في رؤية حقيقية واقعية. الخصخصة مش عيب ومش خطأ، دول العالم أكبر دول العالم وأنجح دول العالم
في قطاع الصحه، فقطاع الصحه فيها واقع في خصخصه. طيب كيف ترى تقييم الوضع الصحي بين المناطق والمدن في ليبيا؟ هل هناك تفاوت في هذه الخدمات أم كلها متساوية؟ لا يا سيدي، لا هناك تفاوت ولا شيء. الليبيين المناطق ليبيا كلها تعاني من المواد ومن المعدات ومن الخبرات ومن سوء الخدمات في القطاع بصورة عامة، لدرجة أن مسؤولين عن المستوصفات لديهم مؤهلات، هذا إعدادية ومدير مستوصف، نعم. شهادة ثانوية ومدير مجمع صحي، هذا لا يجوز الكلام. أشكرك إسماعيل من طرابلس، وأنتقل إلى ابن جدابية من جدابية. ابن جدابية، إسماعيل يقول عدم وطنية، أحيانا عدم كفاءة من المسؤولين على قطاع الصحة هو من يسبب تردي في الحالة الصحية في ليبيا. طبعا أولا تحية لك. أهلا وسهلا. كلام أنا أتفق معه بالكامل، لكن المشكل الصحي في ليبيا لا علاقة له بالأمن. حتى في عهد الدولة المصرية كان متردي وباء الجد. مشكلتنا الحقيقية هي إدارة فقط، مش مشكلة الأمن ابن جدابية تدهور الأمن، وليس الأمن كقطاع قائم بذاته. تدهور الحالة الأمنية المتدهورة، الاعتداء على المستشفيات، تهديد الطواقم الأمنية. شهدنا في كثير من المراكز الطبية، شهدنا كثير من الاعتصامات بسبب الحالة الأمنية السيئة في تلك المراكز. السؤال المطروح اليوم، هل الوضع الصحي في ليبيا أصبح بائس ما بعد الثورة ولا حتى من قبل الثورة؟ الوضع الصحي في ليبيا بائس له من 42 سنة إلى اليوم، يعني ما هوش وليد ما بعد الثورة ومسألة اعتصامات والله وضع أمني، ما لهاش علاقة أبدا بالأمن. المسألة لها علاقة بإدارة فقط. نعم. يجب علينا الاستعانة أشكرك ابن جدابية من جدابية. أنتقل إلى فيصل وعبد العظيم، مرحبا بكما. فيصل، ابن جدابية يقول لا علاقة للأمن بالموضوع بتردي الخدمات الطبية، العلاقة لها المشكلة لها علاقة بالإدارة. فيصل ايوه معك. ايوه ابن جدابية يقول ان المشكله في تردي الوضع الصحي في ليبيا لا علاقه له بالامن، هو متعلق بالاداره. كيف ترى وجهه نظره؟ والله لكل قضيه هي لها العديد من المفاصل الحقيقه. يعني المفصل الاول بالنسبه للوضع تردي الوضع الليبي الطبي في ليبيا راهو سلوك الدكاتره والكوادر الطبيه. اصلا يعني ما عندهمش اي سلوك طيب وكويس يقابل المريض ببشاشه ويهدد معاه بالراحه الطبيه، فعندهم العنجهيه شويه، سواء كانت سلك الطاقم الممرضات المساعده او الدكاتره يعني الحقيقه يعني. اذا فيصل ترى ان المشكله هي في معامله الطواقم الطبيه. الطواقم الطبيه للاسف سيئه جدا للغايه، لان حتى اخواننا تلاميذ تونس مش لانهم افضل من الليبيين ولا عندهم امكانيات اكثر من الليبيين، بالعكس هم اجهزه قديمه ودكاترتهم يعني الليبيين افضل منهم بمئات المرات. شكرا فيصل. لنرى ماذا يقول عبد العظيم. عبد العظيم، فيصل يقول بان معامله الطواقم الطبيه هي من تساهم في تردي الوضع الصحي في ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حييكم حضراتكم على الاهتمام بهذا الموضوع. اهلا وسهلا. وأنا بكون جانب واقعي فعلا، في عدة عوامل في الجانب هذا تؤدي إلى تكون الوضع الصحي أو الحالة الصحية أو وزارة الصحة في حالة متدنية. من ناحية الواقع لو نظرنا حتى من الناحية الواقعية أن الوضع الصحي أو الحالة الصحية أو وزارة الصحة وضعها سيء للغاية، فما بالك في الحالات الاستثنائية. وكمؤسسات صحية داخل الدولة الليبية نراها لا تهتم بمتابعة الأمراض، مكافحة الأمراض كمثل مكافحة الأمراض السارية إلا في اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز أو مكافحة مرض السكري. عبد العظيم، المؤسسات لا تعطي عناية واهتمام إلا بتواريخ محددة، مما هذا يؤكد أن في هناك ضعف في المؤسسات الصحية داخل الدولة. طيب عبد العظيم، لماذا لا يتطوع المواطن والمساهمة في حملات طبية، تبرع بالدم، مساعدة في المستشفيات الطبية، تطوع للرفع من المستوى الطبي بدل من الحكومة، بدل من الاتكال على الحكومة والدولة دائما؟ هو على العكس، الحقيقة الجمعيات التعاونية الأهلية قائمة بدورها وفي مجال تطوعي، سواء في بالتبرع بالدم أو بإبداء معلومات وتحريك الشارع كمثل مثلا مساندة مكافحة الأمراض السارية
وتوعية المواطن. نرى أن الجمعيات الأهلية هي من قائمة بهذا الدور أكثر من الدولة. شكرا. إذا ما وصلت الفكرة عبد العظيم. أشكركما فيصل وعبد العظيم من طرابلس. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كل ما ورد فيها من آراء يمثل ووقف على أصحابها. إلى اللقاء. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook/رائعام.com، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@النبأ.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية.